بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، وحشني. النهارده كده هنعمل البيتزا بتاعت الجلاش، وهنعمل صينيه مكرونه بشاميل. تعالوا كده معايا على الفيديو وانتوا هتشوفوها. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، وحشني. النهارده كده هتيجوا معانا نعمل غدا كده مع بعض. هنعمل المكرونه البشاميل وهنعمل جلاش. المكرونه البشاميل طبعا المكرونه حاجتها اهي، وادي اللحمه المفرومه هنعصجها مع بعض، والجلاش هنا، وادي البسطرمه اللي انا كنت عاملاها على القناه. ولو في بقى بواقي حاجات في التلاجة طلعيها تنفع. هنا في حتتين لانشون كده لقيتهم طلعتهم، وعندي كيس جبنه شيدر هنحط منه ان شاء الله على البشاميل وعلى وش المكرونه. وهنا اللبن اهو جايبينه للبشاميل وللجلاش. وجبنه دي بنحطها، او اي مثلثات عندكم بنحطها البشاميل. هنيجي مع بعض بقى دلوقتي كده نبدا ونعصج اللحمه. اول حاجه الميه بتغلي هنسقط فيها المكرونه، وهنحط بقى الطاسه على النار، نقطع البصله بقى ونشوحها عشان نعصج اللحم. يا حبايبي انا كده شوحت البصله، هنزل عليها باللحمه تاخد وتدي كلها مع بعضها. الرحمن الرحيم. احط لها بقى حبه فلفل اسود وملح، وبعد كده احط لها البهارات اللي هحطها. اهو يا حبايبي انا كده حمرت الدقيق وبنزل عليه باللبن، ونقلبه بقى بالمضرب ونحطه على النار ان شاء الله. انا شيلته بس زي ما انتم عارفين انا بعمل الاكل وانا قاعده كده على الترابيزه، فبشيلها من على الشعر. وشايله حبه ميه مكرونه سليق هزودها دي، بتبقى حلوه قوي. شيل بقى كوبايه دول كيلو ونص. اشيل كوبايه للجلاش. اه يا حبايبي بصوا انا هنزل عليها بقى ايه، جبنه مثلثات جميله اهي، هحطها كده عليها تديها طعم جميل. وعندي جبنه شيدر اهي رخره هحطها عليها اهو، حلو قوي كده. وهنحط بقى فلفل اسود بس اما نقلب ده بقى مع بعض. اهي يا حبايبي انا كده التعصيجه خلصانه، طفيت عليها والبشاميل خلاص اهي. هنقفل الصينيه. بصوا حبايبي انا سخنت زيت في الصينيه ورشيت حبه بقسماط اهو. يا حبايبي انا كده هنزل بحبه بشاميل كده في قعر الصينيه اهو. هقلب بقى بشاميل على المكرونه وهنحطها. يا حبايبي انا حطيت البشاميل قلبتها بالمكرونه وهنزلها كده. اعمل بقى النص ده نفرده اهو عشان نحط بقى اللحمه. هسويه وارجع لكم. اهو يا حبايبي انا كده هنزل بقى اللحمه عليها المعصجه اهو. امسكها بقى افردها ونقفل بقى النص التاني. طبعا انا قلبت المكرونه كلها ببشاميل. حبايبي هنزل بقى البشاميل من فوق الوش بس افرد بقى ده وخلاص كده اقفلها بقى. ناقص البيضه هوريكم هعمل ايه. اه يا حبايبي انا فردت البيضه بالفلفل الاسود على الوش، وبنحط كده كام زيتونه يعني منظر كده. وانا عندي اهي جبنه الشيدر فاتحه الكيس اللي حطيت منه للبشاميل. هنحط حبه بس وهدخلها الاول من تحت، وبعد كده يعني هي كلها مستويه وسخنه وما يعتبرش هي عايزه تستوي فيها حاجه، بس احنا نحطها شويه كده من تحت وبعدين نرفعها فوق. واحط بقى الجبنه الرومي وهي داخله من تحت الشوايه شكلا بس، وبيديها طعم حلو.
اه يا حبايبي، انا كده حطيت شوحت البسطرمه. دي طبعا بسطرمه مش من بره، دي اللي انا عاملاها. فطبعا بقطعها حتت صغيره وبشوحها بحته سمنه، واديني حطيتها مع حتتين اللانشون وجبنه بيضه كريمي. وهحط بقى النص التاني بتاع الجلاش. اه يا حبايبي، تعالوا اتفضلوا معانا. المكرونه طالعه جميله جدا، وبصوا لونها حلو قوي. وهنا اهوت الجلاش البيتزا، بصوا جميل ازاي ولونه حلو قوي. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده معاكم. ما تنسونيش بقى في الشير وفي اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وانا كنت في دريم بارك انا لسه جاي صح؟